السلام عليكم، شلونكم؟ يا رب تكونوا بألف خير. رمضان كريم عليكم وكل عام وانتم بخير. إن شاء الله يا رب يعود عليكم بالخير والصحة والسلامة. اليوم إن شاء الله راح أسوي لكم وصفة كلش طيبة اللي هي زبادي بالفواكه الطبيعية، كلش مفيدة بالسحور أو الفطور أو حتى تحلية. هنا عندي 4 ملاعق من اللبن الرايب، خليته بشاشة حتى يوشل المي الزايد من عندها، وتقريبا أخذ مني وقت 4 ساعات أو حتى ممكن ليلة كاملة، يعني تجهزوه قبل بوقت. هنا عندي مانجا نظفتها وقطعتها وخليتها بالخلاط وهرستها وخليتها بالطاوة حتى شوي يتبخر من عندها المي الزايد. ونفس الشي للفراولة، راح أصفي الفراولة من البذور وبعدها راح أخليها على النار تدخن ويانا شوية وبردها وأجهز الحليب. عندي هنا تقريبا 4 أكواب من الحليب، ربع كوب من الحليب الباودر، نص كوب من السكر. راح أخليه يغلي على النار وأتركه يبرد، وبعدها راح أجهز الخلطة. عندي هنا تقريبا ملعقتين طعام من الزبادي اللي احنا خليناه بالشاش، وراح نضيف نص كمية الحليب اللي غليناها. لازم يكون الحليب دافي مثل دمعة العين، لأن إذا كان الحليب حار راح يخرب عندنا كل اللبن الزبادي ويعني يصير عندنا فاشل. وضفيت ملون غذائي لكل واحد من عندهم، لون وردي للفراولة ولون أصفر للمانجا، وغطيته وخليته بمكان دافي ليلة كاملة. وصار عندنا هذا الزبادي الطري والمفيد واللي تجنن، والأولاد يحبوه ويشبه الدانيت. بألف عافية عليكم وفي أمان الله.